انا عاوزك تتقص لي على العيال اللي كانوا عاملين فيلم النمر دول. حرام عليك يا نمر، دول عيال غلابه كانوا طمعانين في قرشين ما تقتلهمش. اقتل ايه يا اهطل انت؟ وانا قتال قتلي؟ انا عاوز اعرف ايه اللي وراهم. لو ما فيهاش دم انا تمام، انت عارفني. طب ركز معايا عشان عاوز اشرح لك العمليه الجديده، واحب على دماغك ما تستخباش. طب ما تاخدها من اخوك وتهدى على روحك شويه بدل ما يعرفوا ان انت النمر. ما تقلقش السكه القمص، النمر واقع في القفص خلاص. الحمد لله على السلامه يا عم. الله يسلمك يا اخويا. امسك عد لحد 5، قوم لبسه الكلبشات دي ولابس اختها. العدة الستة والسبعة تبقى صوت الطلقة في دماغك وفي دماغه، وقوم اخلص يلا. 1 اعمل ايه يا نمر؟ 2 يعني الكلبشات دي اللي تعباك يعني؟ مات الكلام، يبقى ارغي هناك على اللي عامل نفسك عليهم نمر مش هنا. 3 لبس يا عم. نورت بيت النمر يا عم. اخرس يا انت فاكر نفسك هتيجي لحد هنا بكيفك؟ ده انا مستنيك. دماغك جابتك لأي عوق. الواد سعفان مستنيني ربع ساعة، لو ما رحتلوش هيجيلك بحملة انت مش قدها. سعفان ده على فكرة ممكن قبل ربع ساعة يبقى مدفون مطرحه، وهو ملوش حد يزعل عليه غيرك من بعد أمه ما ماتت السنة اللي فاتت. انت ايه؟ مش مهم أنا إيه، المهم أنت إيه. مش فاهمك. أنا أعرف عنك كل حاجة يا عامر عجان. أنت كان نفسك تدخل كلية الشرطة وراحت منك عشان ما دخلتش أصلا ثانوية عامة، ولما لقيتها مش جاية من ناحية الميري عملت نفسك في توة الساغة والموسك. وايه كمان؟ ودخلت السجن 3 سنين عشان عملت مستديمة العيل في خناق. وفي السجن اشتغلت سيكا لواحد من العتاولة الكبار جو، وطلعت مني مسمي نفسك الحكم ضار وتحت الطلب حجاني وجدع وما بتغوطش في الشمال. لو ايديا مفكوكة كنت سقفت لك. تعبت نفسك وحفرت في التاريخ. يا ترى عايز ايه؟ فك يده. عشان يسقف؟ فك يده. حاضر. دي كمان. حاضر متنحش. أنا عاوزك معايا يا عم. معاك في ايه؟ في الحق. وايه الحق في اللي انت بتعمله؟ لما تيجي حصة الجراية أجريك. أنت الشيمي وعدك بكام عشان تسلمني؟ 1,000,000 جنيه. دول 2 مليون. هعد لحد 5. يا تاخد الفلوس وتبقى معايا في صف الحج، يا تمشي وتبقى مع حرامية الساغ على الباطل. طب رسيني. هرسيك على كل حاجة في وقتها. 1 2. وانا مش فاهمك، بس حاسك عيل تمام. انا معاك يا نمر. بقول لك ايه، بالراحه عليا انا مش قدك. ها والله المره اللي فاتت تعبت. ها انت بتهزر راجل، كل مره بتقول كده وفي الاخر نوح بتجري. نوح نوح، تعال تعال. ولا اقول لك يا رجب؟ صباح الفل يا باشا. صباح ده ايه النور. النشاط اللي على الصبح؟ الله اكبر. يعني قلنا نعمل شويه رياضه كده. قول لي يا نوح زي ما انا متعود عليه اكتر. هو انت كنت بره؟ اصل قريبك الصغير بيقول لي انك نايم جوه. انا اصلي جلكت قبل الفجر، قلت ما دام ده اخر يوم ليا في مصر اتدلى على سيدنا الحسين اصلي الفجر هناك، ودعيت لك دعوات يا باشا انت والست ملك. يمين بالله هتشوفوها الايام الجايه دي، يا يمين رب. بالله. يا رب. طب ناوي تعمل ايه يا نوح لما ترجع الصعيد؟ والله لسه مش عارف. انا شكلي فايت اهلي بقالي سنين. يلا انا اخش اصحيهم ونتكلوا على الله. هتمشي خلاص؟ توحشنا قوي يا نوح. نوح لو نزلت القاهره لازم تعدي علينا، احنا خلاص بقينا اهلك. ها طبعا يا باشا، ده انت جمايلك مغرجان. ما تقولش كده، امسك دول. لا يمكن يا باشا، امسك لا دول. يمكن، اقسم بالله لا يمكن. لا عيب. وسواق هيوصلكوا. ها يلا شوفك بخير. مش عارف اقول لك ايه يا باشا، مش عارف اقول لك ايه والله. ما تقولش السلام حاجة. عليكم. مع السلامه. الو. ايوه يا ناصر.
في ايه؟ ايه؟ بتقول ايه؟ ايه؟ طب اتصل بالشرطة على طول. في ايه؟ استني يا يا ملك، محل الزمالك بيتسرق. يا وجع بني، النمر بيسرق محل الزمالك دلوقتي. يا وجع بني. يلا بينا يلا بينا يا ملك. يلا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله يا باشا، المال الحلال ما بيضيعش. انا مش مصدقه ان مفيش حاجه اتسرقت. كويس ان انا كنت صاحي وشايف الكاميرات، لحقت الدنيا كان زمانه قشطنا. نوح، انا اسف. اسف ليه يعني؟ ايوه، انت عارف الفترة اللي فاتت دي كانت فترة صعبة قوي، وانا تخيلت كده للحظة ان انت النمر. انا النمر؟ قال انا النمر قال والله العظيم قال انا النمر. شفت النمر وهو بيسرق ونوح كان جنبي، عشان كده انا بعتذر لك. على ايه بس يا باشا؟ ما حصلش حاجه. بتخليك معانا يا نوح، يعني لو عايز تروح مع اهلك روح، بس تعال على طول. انا عارفه ان انا بقيت بطلب منك الطلب ده كتير قوي بصراحه. خلاص انا هفضل معاكم ومش هملكم الفتره دي، واهلي هشحنهم على البلد. ما انا خلاص عرفت هم مين، والنمر ولد الدحش ده لازما ينكشف. ايه في ايه؟ الذبيحه وجعت. ايه ده؟ في ايه؟ ذبيحة ايه؟ مصر، الحق الحق يا مصر، الحق في ايه؟ يا درويش سلاح، طلع على النمر. الساقه مليانه ناس، ما تودناش في داهيه. سيب يا ابني. اقرا الفاتحه على روحك يا واد ومعاها الشهادتين. يا سي كرم. كرم؟ كرم؟ كرم مين يا ابوي؟ بطل رط يا واد. ما بردش. انت مين؟ انت رجب ولا نوح ولا كرم؟ انت مين؟ يا باشا انا لو عارف انا مين ولا الرجاله عاوزين مني ايه هقول لسعادتك وانجي روحي. يا رجاله الواد ده اللي انا ما اعرفش هو مين فيهم ناصب عليا في 5 مليون جنيه، وانا ما حاسبوش حاجه من جنيه. يا هقبض ال5 مليون يا هقبض روحه. يمين بالله انا معيش 50 جنيه على بعض. اسكت يالا اسكت. بقول لك يا معلم درويش، 5 مليون جنيه دول بتوعي. اصلك الواد ده كان متوسط بيني وبين جماعه في بيع سلاح كبيره 5 مليون جنيه. قام عمل ايه؟ قام خد الفلوس بالسلاح وفص ملح ودب زغ مني، وانا ما حاسبوش. انا هقبض روحه. بص يا درويش، ايا كان اسمه بقى هو فاقد الذاكرة دلوقتي، يعني مش هيفيدك بحاجة، هو مش فاكرك اصلا. بقول لك ايه يا ابوي، عاوز تقتلني اقتلني، انا ما فاكرش حاجه ابكي عليها اصلا. اسكت اسكت اسكت. بقول لك يا شيخ باشا، احنا نسلمه للناس دي، نخلصوا عليه ونخلص منه اساسا. اي مشاكل تحصل دلوقتي مش هتفيد غير النمر. بص يا درويش، انا لو منك استناه لغايه اما الذاكره بتاعته ترجع له وبعدين اخد فلوسي منه. يا وجع مربربه، هو انا حاجري ورا الفلوس اللي عندي كشيمي ولا اللي عند ولد الافاعي ده؟ خلاص خلاص خلاص، انت تاخد نوح معاك وتعتبره واحد من رجالتك، ووقع النمر انت وهو، وساعتها انا هديك الفلوس اللي ليك عنده وعندي. وعد يا شيمي؟ ايه اللي وعد؟ ما انت عارفني. عارفك صح، بس انا ما مصدقش ان انا احط يدي في يد ولد الافاعي ده. انا عاوز اقبض روحه. يا عم الحاج انا مش فاكرك اصلا. يا عم نوح، ده انت طلع وراك اسرار وحكايات كتير. المهم اني في صفك يا باشا مش ضدك. اما نشوف. انا نفسي اركب دماغ سمسي دي واعرف هي ودت الفلوس فين. بقول لك يا نمر مصر، هي الناس دي معاها الفلوس دي كلها بتعمل بيها ايه؟ وانت بتاخدها منهم ليه؟ وهو البني ادم ممكن يشتري ايه بالفلوس دي كلها؟ يشتري كاجو وفستق ينجنك فيهم. انا ربنا باليني بيك، اللهم الاعتراض. افتح. عارف اخفى يا سكلانس، خفيت. النور يا ست سامس. اقعد. ما سافرتش مع اهلك ليه يا نوح؟ ولا اقول لك يا رجب رسمي زي البطاقه، ولا اقول لك يا كرم زي الصعايده اللي جابهم الشيمي؟ يا ابويا عليكي،
انت بتعرفي كل الكلام ده ازاي؟ عشان انا شمس. واقول لك على حاجه كمان، خلي بالك من حامد. ما تقلقيش عليا، وناديني نوح، ما ناديتش عليا غيره. وانا ماليش في البلد غير امي وخالتي وواد خالتي وكلهم جوني. هسافر اعمل ايه؟ وبامانه ما رضيتش اهمل الشيمي ومالك في الظروف المجندله دي. يا حنين، قلبك كبير. بس بالنسبه بقى لشغلك مع الشيمي ما بقاش لاتت عليا. كيف يعني؟ انا سايباك عنده عشان تنقل لي كل اخباره، وانت من ساعه ما رحت ودن من طين ودن من عجين. انا ما لقيتش اخبار عنده عشان انجلها لي. الباشا بيتودود مع نصر في موضوع النمر، يا بيراضي في مالك بعد فركشه الجوازه، يا بيتخانق مع خالد ولده عشان ما فهمش في الشغل. انا عايزاك في شغل معايا. يعني؟ انت مش اهلك جابوا لك البطاقه بتاعتك؟ ايه؟ تمام، هات البطاقه. ايه؟ ها ايه؟ هات البطاقه وانا هبقى اقول لك انا عايزاك في ايه. اتفضل. عفارم عليك يا عامر، انت قمت بالليل ولا كأنك النمر الحقيقي. يا جدع وانا كوافير حريمي بس مش كنا خدنا عيل هجام كده، كنا قلبنا القرشين اللي في الخزنه. مهما كان اللي في الخزنه هيبقى فكك قصاد اللي هنطلعوا بيه من الشيم العمليه الجايه. بس معلش يعني يا نمر مصر، هو انت ازاي بتقدر تخترق كل الاجهزه واي سيستم وكل كاميرات المراقبه من غير ما يضرب اي جهاز انذار؟ ده تدريب خد ايام وليالي كتيره جوا يا سعفان. طب ما فيش كورس اونلاين لاخوك الصغير؟ لا مؤاخذه يعني يا نمر مصر، يعني اعذر محدوديه تفكيري. طب انت ليه بعت عامر محل الشيم اللي في الزمالك ما دام انت مش عاوز يسرق حاجه؟ عشان ابقى قدامهم في اللحظه اللي النمر بيسرق فيها، وساعتها محدش هيشك فيا تاني. في ايه؟ والله فهمت، كنت بفهم منك والله. في ايه؟ فعلا انت صح. ايه صح ايه يا بهيم؟ صح ايه؟ الله يفخم عليك يا شيخ. اقول لك على النعمه بقى لي فتره ما حد ملا دماغي ولا كيفني زيك كده يا اخي. مش قلت لك هتتبسط؟ صحيح، في رجاله بتقوم جم سالوا عليك عند الحنبلي، يقولوا ان اسمك سليمان الرشيدي، وقالوا ان هم هيدوا له 100,000 جنيه لو دلهم عليك. هم الحنبلي واللوكس عارفين ان احنا مع بعض؟ الحنبلي واللوكس كلاب فلوس، يعني هقولك طول ما انت بتديهم 100 جنيه اول ما يلاقوا ابو اتنين يهوهوا عليك في ثانيه. طب امانهم وديهم 3، انا عاوزهم معانا بس تحت عينك، وخليهم يبعدوا الجماعه دول دلوقتي خالص، مش وقته. خير يا معلم عنتر، انت كويس؟ مالك؟ يا لهوي، هو خالك عمل كده ليه؟ ايه ده خالي؟ في ايه ده؟ مالك يا عنتر؟ في ايه؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ النمر يا شمس، النمر طلع لي وكان عايز يقتلني. يا لهوي. طب تعال اطلع عندي البيت، صفية ما ينفعش تشوفك كده. سنده يا علي انت ونور. تعالى خالد. انت جاي على الجزمه ليه؟ كان بيمدك؟ بس يا خد اشرب الليمون ده يا عنتر. الواد كان هيموتني يا شمس، لقيته سايب على الحيطه نفس العلامه اللي كان سايبها لك في المخزن. انا خايف يا شمس. ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش. طب يا نوح اتكل انت على الله، عايزاك تنام كويس عشان الصبح عايزاك فايق. ماشي، الف سلامه عليك يا معلم، ولو عوزت اي حاجه نادم عليا في اي وقت. ربنا يعتركم في النمر ابن الدحش دي. قادر يا كريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. صوتنا شوية يا علي. نعم. سلامتك يا اخي. سلامتك. شمس، الواد كتب لي القديم راجع. ولو رجع النار اللي كلت القديم تاكل الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح المزاد على قطع ذهبية ومشغولات مرصعة بالألماظ والأحجار الكريمة من مصادرات ومضبوطات مصلحة الجمارك بعدد 250 قطعة. وقد قرر الخبير المسمن فتح المزاد بمبلغ 1,450,000 جنيه. بسم الله نفتتح المزاد. 1,500,000. 1,500,000. 1,600,000. 1,600,000. 1,700,000. 1,700,000 جنيه. حد هيزود؟ حد قال حاجة؟ 1,700,000. 1,700,000. حد قال حاجة؟ و50,000 جنيه. 1,750,000 جنيه. مين هيزود؟ القطعة الموجودة هنا أول مرة تنزل مصر. نستأذنكم نتفرج عليها تاني؟ صباحو، انت شكلك جديد، محسوبك حسين الدباغ. مفاتيح المزادات دي كلها في جيبي. خد عرق 50,000 جنيه واتكل. طب انا هقول لك على حاجه، انا هدفع لك 250,000 جنيه صافي ليك، غير عرق التجار 1,000,000 جنيه، بس المزاد يرسى عليا. لا قليل، 250,000 جنيه قليل. خليهم 500 ونخلصهولك، ده بس عشان انت جديد. بس خد بالك مش هتقف قصادك غير شمس الحلق، وللأسف دي ما بتتعرقش. انا ادفع اي تمن واخد المزاد مني. هقول لك، انا هرسي المزاد عليك على 4 مليون جنيه، واخر واحد في التجار دول هيرفع لحد 3 مليون ونص بس. مرضي يابا؟ مرضي، بس مع وشي ولا معلم ولا صبي يقف قدامي. عيب، يبقى انت ما تعرفنيش. عيب ليه؟ انا ما اعرفكش حقيقي. هنكمل المزاد بعد ما اتفرجنا على الصور. وصلنا عند 1,750,000 جنيه. لسه بدري، مين هيزود؟ 1,750,000 جنيه. 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه. حد قال حاجة؟ و50,000 جنيه. 2,050,000. 2 مليون ونص. 2 مليون ونص. و50,000 جنيه. 2,550,000 جنيه. 3 مليون. 3 مليون. 3 مليون هناك. مين هيزود؟ لسه بدري. و50,000 جنيه. 3,050,000. 3 مليون ونص. 3 مليون ونص. انت طرنش يا عم الحاج، احنا مش متفقين. عشان ما حدش ياخد باله. لسه بدري. يا بهوات، حد قال حاجة؟ و50,000 جنيه. 3,550,000 جنيه. 3,600,000. يخرب بيت اللي جابك، يخرب بيت اللي جابك. في ايه يا عم الدحش انت؟ بنسخن المزاد يا اخي. بتسخنوا ليه؟ هو طول ليه؟ هو طول ليه؟ اهو. انت مشتري المزاد انت. 3,600,000. في ايه؟ انت ضرعتني يا عم الحاج، مالك؟ المزاد ده بتاعنا. المعلمين والبهوات لسه بدري. بتاعك ازاي؟ مش شايف اسمك مكتوب يعني؟ قال بتاعي جاي. 4 مليون. 4 مليون المعلمة شمس. 4 مليون المعلمة شمس هناك. مين هيزود؟ و500,000 جنيه. 4,500,000 جنيه. 4,500,000. مين هيزود؟ حد هيقول حاجة؟ ده آخر كلام؟ ألا أنا، ألا دوي، ألا تري. مبروك المعلم رجب، ألف مبروك. تمام كده؟ تمام التمام. بس يمين بالله انا ما فاهمش ولا حاجه، احنا عملنا كل ده ليه؟ البضاعة دي بالميت تمنها 15 مليون، احنا خدناها ب4.5، و1.5 عرق حسين الدباغ والتجار. طب انت محتاجاني في ايه؟ ما كان ممكن تعملي كل ده لحالك. انا شمس، لو التجار شموا خبر ان انا هموت على البضاعة دي هيعلوا في السعر ويضربوا عرقهم في 3 و4، يعني المبلغ ممكن يوصل ل8 و9 مليون. انما بقى لما يخش لهم زغلول صغير زيك ويبان ان انا مش عايزه البضاعه، كل واحد هيخاف انه يطلع من المولد بلا حمص وهيرضى باي عرق يطلع له.
الله اكبر عليكي، بس برضك ايش معناني؟ عشان انت وشك مش محروق، وعشان حاجه تانية هبقول لك عليها بعدين. ده انت دماغك دي تلاعب بلاد. قالوا جاي لي شويه عيال عايزين يلعبوا بيا، جيتهم خايبه. على مين؟ على مين؟ بطاقتك يا نوح، و50,000 جنيه حق المشوار. حق المشوار 50,000 جنيه. ربنا يعلي مراتبك يا ست سامس، ألف حمد وشكر ليك يا رب. يلا اتكل انت على الله. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. كنت فين يا نوح؟ خد دول. ايه دول؟ اصل الست سامس قصدتني في خدمه، خدتني معاها مزاد وحفظتني الكلمتين اللي هقولهم، ولما المزاد رسي عليا هي اللي دفعت وادتني الجرشينات دي وقالت لي دول عرجك، وانا اول مره جنابك امسك مبلغ كبير كده، فقلت اجي اشيله مع جنابك او مع عم نصر عشان ما يدعوش او يتسرقوا مني. تضحك على ايه يا جناب؟ لا لا، اصل اللبس اللي انت لابسه ده غريب عليك شويه. يعني طب خلاص يا نوح، انا هشيل لك الفلوس دي معايا بنفسي. يلا روح انت بقى شوف شغلك. شكرا يا باشا. علي سنين. السلام عليكم. بقى عيل مخه قد كده يبقى النمر ازاي بس؟ يلا قوموا شوفوا شغلكم. يلا رجاله، السلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.